الستات نوعين لما بتحصل معاهم غلطة جديدة وهم بيتعلموا السواقة جديد. في نوع بيقعد في البيت وبيتعقد ومبيكملش سواقة من بعد أول غلطة تحصل لها، لكن في نوع تاني بتكمل وبتستمر وبتنزل برغم الغلطات كتير عملتها. تعالوا نتكلم مع بعض في الفيديو ده عن أول غلطة أو أول غلطتين هيحصلوا معاكي وانت بتتعلمي السواقة جديد. ولو أول مرة تشوفيني، أنا كابتن إسراء وبعمل فيديوهات كتيرة عشان البنات والستات اللي بيتعلموا السواقة جديد. دايما اول لما بنتعلم السواقه جديد جايز جدا ان يحصل معانا مشاكل. يعني ممكن جدا حد يكسر عليكي فممكن يخبط لك العربيه، او ممكن جدا العربيه تتخبط منك غصب عنك. وارد جدا انها تتحك منك وانت في ملف او انت قريبه من الرصيف او بحاجه انت ما ركزتيش فيها كويس. وارد جدا انه يحصل معاكي اعطال على الطريق او ان العربيه يحصل فيها مشكله وده يبقى حاجه جديده عليكي لسه اول مره بتحصل لك. ما هو خلي بالك، انت طول ما انت سايقه الموضوع مش كل يوم هيمشي كويس، يعني لازم هتحصل مواقف معاكي وفي حاجات كتيره ممكن تحصل هتخضك في الاول لان انت لسه برضو جديده ومش واخده على الموضوع. كل الحاجات دي وارده جدا ولازم تبقي عارفه كويس قوي بما انك اتعلمتي السواقه ونزلتي في الشارع وبداتي تسوقي وتتعاملي مع العربيات والناس. وارد جدا ان هيحصل لك مواقف كتير جدا سواء في عربيتك او مع الناس اللي حواليكي او عربيه اي حد من على الطريق حواليكي. الموضوع كله بيكون في ايه؟ يعني مثلا انت لو حصلت معاكي غلطة، العربية اتحكت منك، اخدتي ملف بشكل غلط، حد كسر عليكي، مراية عربيتك اتكسرت، عملتي غلطة ما وحصلت. في ستات بقى نوعين في الموضوع ده. في نوع بيقعد في البيت وبيتعقد وبعد ما تحصل معاه مشكلة اتخبطت او خبطت تقولك لا خلاص بقى انا اتعقدت وخلاص جالي فوبيا ومش هنزل تاني ومش هكمل. في نوع تاني عادي جدا بتكمل وبتستمر ومهما يحصل معاها تقولك انا هنزل ومحدش بيتعلم ببلاش. بصراحة النوع التاني ده هو الافضل بكتير. انت لو انت فعلا عايزة تتعلمي وفعلا السواقة مهمة في حياتك ومحتاجاها فعلا وهتفرق في حياتك الشخصية، يبقى كملي عادي ومفيش مشكلة. طب حصل معاكي غلطة او حصلت مشكلة ما، العربية اتخبطت منك، عملتي غلطة، عملتي اي حاجة، عادي جدا ممكن جدا تقعدي يومين 3 تهدي في البيت كده بعد ما الصدمة اللي انت بتاخديها دي تعدي وبعد كده ترجعي تنزلي من تاني. بس المهم ان الغلطة اللي انت عملتيها دي بعد كده تركزي كويس قوي قوي انك تتفادي انها تحصل وتتكرر مرة تانية. يعني مثلا لو حد مرة واحدة كسر عليكي او خضك او العربية اتخبطت منك، بعد كده تركزي كويس قوي ان انت تكوني مركزة في كل الاتجاهات وان الموضوع ده ما يتكررش تاني علشان ما يتقعدش متكررة او ان العربية تتأذي منك كتير. وطبعا مع كل اذية للعربية انت طبعا بتتأثري والعربية بتتأثر وممكن جدا ده يأثر على مستواكي ويعقدك ويخليكي ما تكمليش. فلازم اي غلطة تحصل معاكي تتعلمي منها، مش المجرد ان هي بتحصل عشان تخضك او تعقدك في حياتك. بالعكس دي هي كويس انها حصلت علشان بعد كده بتعلمك لقدام شوية ان انت هتجمدي قلبك اكتر، هتخلي بالك اكتر، هتركزي اكتر. فخدي الموضوع من الناحية الايجابية، يعني بصي لنص الكوباية المليان. حصلت غلطة يبقى بعد كده هتفاداها واخلي بالي عشان ما تتكررش، لكن الغلطة دي ما تخليهاش تعقدك وتقعدك في البيت وان انت خلاص كده يجيلك نوع من انواع الفوبيا وان انا خلاص مش هكمل اصلها اتخبطت مني اصلها اتحكت. وعلى فكرة انت مش لوحدك، كلنا حصلت معانا اخطاء كتير جدا نتيجة عدم التركيز، نتيجة ان احنا لسه جداد، نتيجة ان احنا متوترين بزيادة، عندنا خوف بزيادة. انا شخصيا لما اتعلمت السواقة جديد وكنت خلاص يعني بقالي حبة بسوق ورحت عملت الرخصة والدنيا كانت ماشية تمام وزي الفل، مشيت مشوار كامل وانا رافعة الهاند بريك، وطبعا دي كارثة ومصيبة. ولله الحمد ان الموضوع عدى على خير والحمد لله العربية ما حصلهاش حاجة. وانا ماشيه طول الطريق عماله اقول هي العربيه بطيئه ليه، هو في ايه؟ بعد ما وديت العربيه الجراج وببص لقيت اني رافعه الهاند بريك. شوفي كارثه زي دي مثلا كانت هتعمل مشكله كبيره مع العربيه، ولله الحمد ان الموضوع عدى على خير. انا بقى من ساعتها بقيت كل ما ساعتها انزل واسوق ابص واتاكد ان الهاند بريك نزل وان انا مش هسوق وهي مرفوعه، حتى علامته موجوده قدامي على التابلو. وارد جدا انت غصب عنك ما تركزيش او من التوتر او من اي حاجه تحصل انك ما تركزيش ان الحاجه دي مثلا اتعملت او ما اتعملتش. ومرة تانية برضو كنت لسه برضو ما بقاليش كتير بسوق، وكنت اول مرة اتعرض لموقف ان انا كنت لوحدي وفي زحمة، وكنت في مكان زحمة جدا وقدامي ميكروباص ووقف مرة واحدة وبينزل ناس وبيركب ناس.
وقتها طبعا انا من التوتر ما كنتش سايبه مسافه امان، وكنت لازقه فيه، يعني كنت قريبه منه، ما كانش فيه مسافه كافيه بيني وبينه. وللاسف علشان اتخطى واعديه حكيت الرفرف اليمين بتاع العربيه بتاعتي في الميكروباص. طبعا لما روحت وشفت الخبطه اتضايقت جدا وزعلت، وقلت ازاي انا عملت غلطه زي دي، ده انا بقيت كويسه، ازاي اعمل كده، واتعقدت بصراحه فعلا. بس بعد كده اخدت بالي كويس قوي ان انا من هنا ورايح هسيب مسافه امان بيني وبين اللي قدامي، ملزقش قوي عشان لو عايزه اتخطاه يمين او شمال ان انا ما يحصلش زي اللي حصل قبل كده. فعادي جدا جدا هتحصل منك اخطاء، والاخطاء دي لازم تطلعي منها متعلمه، عشان لو ما اتعلمتيش منها انك تتفاديها وما تكرريهاش تاني هتفضلي زي ما انتي. فوارد اول اخطاء انها تحصل، وخصوصا في اول كام شهر، اول 3 4 شهور، او على حسب بقى انت ونصيبك، ممكن يحصل اخطاء بسيطه، ممكن تحصل اخطاء كبيره. ده وارد جدا. اهم حاجه ان انت ما تتعقديش وما تبقيش من النوع الاول اللي هو اول ما يحصل لها مشكله تقعد في البيت. لا عادي، انت لو فعلا محتاجه السواقه كملي، وواحده واحده على نفسك، واقعدي كده في البيت واهدي، وان شاء الله الموضوع هيعدي على خير. وبس كده.